لا صوت يعلو فوق صوت الأهلي واتحاد العاصمة. النهاردة سيقام الماتش في تمام الساعة 9، مذاع على قنوات بين سبورت. كلنا نشجع الأهلي النهاردة، أهلاوي زملكاوي أي حد في الدنيا يشجع الأهلي النهاردة. الأهلي بيمثل مصر. يا جماعة، يا جماعة الخير، الناس بتموت، أقسم بالله، والله العظيم الناس بتموت. حبوا الخير لبعض، حبوا الخير لبعض. رسالة من العبد لله الفقير. ما فيش تعصب، أهلاوي زملكاوي إخوات. سر تفوق النادي الأهلي هو مجلس إدارته، هو جماهيره، هو الرموز بتاعته، كلهم واقفين ورا اسم النادي الأهلي. تعالوا احنا كزملكاوية نعمل كده وهنبقى زي الأهلي. النهاردة إن شاء الله أتمنى الفوز للنادي الأهلي العظيم، ويتوج ببطولة السوبر على حساب اتحاد العاصمة. الأهلي يقدر، الأهلي يقدر، الأهلي قوي، الأهلي قوي، الأهلي كامل العدد، الأهلي كامل العدد. فبالتوفيق للنادي الأهلي. وتعالوا نشوف الخبر اللي هيفرح الزملكاوية كلها. بس الأول لايك وشير وصلي على سيدك النبي. ف واكتب لي نسيتك، اكتب لي: عاش نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، نادي القرن الحقيقي. ولو انت اهلاوي محترم يبقى على راسي من فوق اكتب عاش النادي الاهلي ووصل صوتنا في كل مكان. فاكرين لما قلت لكم في فلوس داخله نادي الزمالك ونادي الزمالك هيقف على حلو؟ طب فاكرين العنوان اللي قلت لكم فيه ان نادي الزمالك هيبقى زي الاهلي؟ فاكرينه؟ الفيديو موجود، الفيديو موجود. خبر من داخل الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وفرحة عارمة النهاردة على ترابيزات نادي الزمالك من أعضاء الجمعية العمومية، والهتافات القوية والزغاريد. بخاف من الزغاريد، تمام، والسقيف. النهارده كان في فرحة عارمة وسط نادي الزمالك. الأول اضغط لايك واعمل شير واكتب لي عاش نادي الزمالك، خلي تعليقاتك كلها عاش نادي الزمالك، واتمنى الخير للنادي الأهلي عشان يلف ياخد لفة ويجينا احنا ان شاء الله. بعد ما نوقف على حيلنا وبعد ما نوقف على رجلينا هتلاقوا نادي الزمالك غير. بالخبر اللي انا هقوله لكم ده هتلاقوا ان شاء الله نادي الزمالك غير. طيب عشان خاطر ما اطولش عليكم، الخبر: دخول 4 رعاة، دخول 4 رعاة داخل نادي الزمالك، وهم قوي جدا 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 جدا. ملايين الدولارات، ملايين الدولارات، وهم اللي جم بنفسهم وعايزين ياخدوا حقوق رعاية، حقوق رعاية نادي الزمالك. أنا معاكم. بص، حسين لبيب نجح يبقى الناس دي تدخل. فاروق جعفر نجح يبقى الناس دي تدخل. الناس دي داخلة حابة نادي الزمالك وعايزة تحط اللوجو بتاعها على تيشيرت نادي الزمالك. شوفوا تيشيرت النادي الأهلي عليه كام راعي. بص وشوف تيشيرت النادي الاهلي عليه كام راعي كده، وانت تعرف قوة النادي الاهلي وقوة رجال اعماله. تعرف ان تيشيرت بتاع النادي الاهلي كله رعاة. نادي الزمالك هيبقى زي كده ان شاء الله باذن الله، بس مشروطة بحاجة صغيرة كده، مشروطة بنجاح الكابتن حسين لبيب. انا مش بروج له، وانا من البداية قلت لك انا مع الكابتن حسين لبيب عشان ما بقاش منافق، عشان خاطر ما بقاش منافق وان انا بقول لك اي كلام. انا مع الكابتن حسين لبيب. ليه بقى؟ الكابتن حسين لبيب اولا نجم نادي الزمالك، ثانيا رجل اعمال قوي، ثالثا القائمة بتاعته بتضم رجال اعمال على كيفك، واصحابهم رجال اعمال على كيفك. يعني مش هيبقى عندنا ازمه في نادي الزمالك من تاني، مش هيبقى عندنا ازمه في السيوله بتاعت الفلوس. يوم ما تحتاج ال 50 مليون ال 60 مليون
تلاقيها بعد ساعة أو بعد يوم حاضرة ومتكيشة وبتحلل لك الأزمات. هو ده اللي ناقص نادي الزمالك. فإن شاء الله بإذن الله الرعاة بإذن الله بعد ما ينجح الكابتن حسين لبيب بإذن الله بإذن الله بإذن الله هياخدوا حقوق رعاية نادي الزمالك وبمبلغ ضخم، بمبلغ كبير جدا جدا جدا. أنا هستفيد منه. أنا مين كنادي الزمالك هستفيد منه؟ أدفع الضرائب اللي عليا، ادفع المتاخرات اللي عليا، ادفع المستحقات بتاعه لعيبه نادي الزمالك، ابقى فريش، بزائد فلوس كهرباء اللي هتاجي، بزائد ال3 مليون دولار، ال3 مليون دولار بتوعات امام عاشور ان شاء الله هترجع، وان شاء الله هتدخل خزنة نادي الزمالك. دمتم سعداء جمهور نادي الزمالك وجمهور النادي الاهلي المحترم. اتمنى الخير للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله. الاهلي يفوز بكأس السوبر من زملكاوي الى اهلاوي ان شاء الله. بتمنى النادي الاهلي يفوز بكأس السوبر ويتوج بها ويصبح بطلا كالعادة. دمتم سعداء وجمعة مباركة على الجميع. أشوفكم على خير في الفيديو القادم. السلام عليكم.